السلام عليكم. قبل نبداو في الشرح ديال السلسلة رقم 5 بغيت نجاوب على واحد السؤال كيتعاود بزاف وتيبان لي الناس غالطين فيه. تيقول لك نهار الامتحان ما لقيتش اولا ما تحط لي حتى سؤال من داكشي اللي كنا تنقراو في المدرسة. خاصكم تعرفوا واحد الحاجة، الأسئلة ديال الامتحان راه بحال الأسئلة اللي كاينين في المدرسة أو لي زابليكاسيون الآخرين. الفرق كاين في الصيغة ديال السؤال والصور اللي كتختلف. لذلك اللي حافظ الصور راه غادي يلقى صعوبة في الإجابة، واللي حافظ القواعد ديال السير راه غادي يجاوب بكل سهولة. لهذا تنقول لكم ركزوا في الأسئلة عاد جاوبوا، راه القواعد هي كل شيء. أما بخصوص الصور ممكن نحفظ العلامات العمودية أو الأفقية، هادو مزيان نكونوا حافظينهم أو على الأقل عارفين كل علامة اش كتعني. وفي الأخير كنتمنى التوفيق للجميع وندوزو دابا للشرح ديال الأسئلة. السؤال رقم 1، هاد العلامة كتعني أن المكان كيستعملوه الأطفال. جواب 1. ممر ممنوع على اللي كيتمشاو على رجليهم. الجواب 2. ممر خاص باللي كيتمشاو على رجليهم. الجواب الصحيح هو 3. العلامة اللي قدامي هي علامة كتعلم على ممر خاص باللي كيتمشاو على رجليهم. السؤال رقم 2، باش ندوز على اليسار ندوز أنا الأول. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1، لأنه هذا ملتقى طرق بدون تشوير والقاعدة واضحة، الأسبقية اليمين وأنا في اليمين ديالو ندوز أنا الأول. السؤال رقم 3، كنسوق بسرعة 40 كيلومتر في الساعة، من الواجب عليا ننقص من السرعة. الجواب 1، نعم لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. العلامة اللي عندي كتحدد السرعة في 40 كيلومتر في الساعة وأنا كنمشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة، إذا ماشي من الواجب عليا نقص من السرعة. السؤال رقم 4، في جنب الرصيف ديال اليمين يمكن ليا نوقف بعض الوقت باش نسمح للركاب ينزلوا. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. لا ما يمكنش ليا حيت عندي لافتة عمودية خاصة بالحافلات، وهذا من الأماكن اللي ممنوع الوقوف والتوقف فيها. السؤال رقم 5، نتجاوز. الجواب 1، نتسنى باش نتجاوز. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2، نتسنى باش نتجاوز حيت عندي خط متصل. السؤال رقم 6، من بعد هاد العلامة غادي يمكن لي نسوق بسرعة 50 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 60 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. 70 كيلومتر في الساعة. الجواب 3. الجواب الصحيح هو 1 2. عندي السرعة محدودة في 60 كيلومتر في الساعة، يعني ممكن نمشي ب50 كيلومتر في الساعة وب60 كيلومتر في الساعة. السؤال رقم 7، يمكن لي نسوق وأنا شاعل ضواو الوضع. الجواب 1. تقابل. الجواب 2. طريق. الجواب 3. الجواب الصحيح هو 2، أضواء التقابل وأيضا أضواء الضباب ديال الأمام والخلف. القاعدة كتقول هذا الشيء، ولكن في الاختيارات عطينا غير التقابل، غادي نختاروه. الجواب 2. السؤال رقم 8، نسمح للسيارة الزرقاء دوز. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم عندي علامة قيف، إذا خاصني نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليمين ومن اليسار. السؤال رقم 9، من هاد الإشارة تكون السرعة ديالي المحدودة في 60 كيلومتر في الساعة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2، لا السرعة محدودة في 60 كيلومتر في الساعة. نعم، ولكن هناك علامات كميلية خاصة بالشاحنات، يعني هاد تحديد السرعة ما كيعنينيش أنا. السؤال رقم 10، حزام السلامة كيحميني باش ما نترماش للقدام إلا وقع اصطدام. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم داكشي علاش حزام السلامة إجباري يستعملو السائق كيطلع للسيارة ديالو سواء داخل أو خارج المدينة. السؤال رقم 11، غادي ندوز على اليمين ندوز قدام اللي غاديين على رجليهم. جواب 1. ندوز من وراء اللي غاديين على رجليهم. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. القاعدة الخاصة بالراجلين معروفة، وهي يحط رجلو في الممر نعطيه الأسبقية، إذا ندوز من وراء اللي غاديين على رجليهم. سؤال رقم 12،
شهادة تأمين واجب الاحتفاظ بها في الدار. الجواب 1. واجب عليا نقدمها عند كل مراقبة. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. شهادة التأمين أو لاسيرونس من الأوراق الضرورية اللي خاص السائق يكون هازهم معاه باش يقدمها في حالة تطلب منه ذلك. السؤال رقم 13. جريت الفرامل ديال الليد وسديت مضاد السرقة، يمكن لي نغادر العربة ديالي دابا؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم، مادام أنا واقف في المكان الصحيح ودرت فران أمان وجميع الظروف مزيانة فممكن نغادر العربة ديالي. السؤال رقم 14. المسلك اللي موجود في أقصى اليمين ممنوع على العربات اللي كتجرها الحيوانات. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. لا، هذه ماشي علامة ديال المنع، هذه علامة إجبارية وهي تجبر العربات المجرورة من طرف الحيوانات بالسير في هذا المسلك، ماشي كتمنعها. السؤال رقم 15. قبل ما نتجاوز ننبه هاد مستعمل الطريق بالمنبه الصوتي. الجواب 1. بالضواو. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. بالمنبه الصوتي، لأن صاحب الدراجة ما غاديش يشوف الضوء إلا علمتو به، لذا من الواجب عليا ننبهو بمنبه صوتي. السؤال رقم 16. نسبح من المرور. نعم. جاوب 1. ندوز أنا الأول. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نسبح بالمرور لأنه حنا في ملتقى طرق وعندي علامة ديال الأترك حق الأسبقية، إذا خاصني نسمح بالمرور. السؤال رقم 17. قبل ما نتجاوز يمكن لي ننبه بالضوء. نعم. جواب 1. لا. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم، قاعدة التجاوز كما كيعرف الجميع هي المراقبة ثم التنبيه ثم التجاوز، إذا لا بأس إلى نبهت السائق. السؤال رقم 18. إلا تفاجأت وأنا كنسوق بهذه السرعة غادي نحتاج تقريبا 36 متر. الجواب 1. ل 26 متر. الجواب 2. ل 16 متر. الجواب 3. الجواب الصحيح هو 1. 36 متر. قاعدة حساب مسافة التوقف هي كنضربو العشور اللي هو في هذه الحالة 6 كنضربوه في 6 هي 36 متر. السؤال رقم 19. إلا بدات كتبان عليا العلامات الأولى ديال العيا، نزيد في السرعة باش نوصل في أقرب وقت. الجواب 1. نقص من السرعة ديالي. الجواب 2. نوقف باش نرتاح. الجواب 3. الجواب الصحيح هو 3. نوقف باش نرتاح لتفادي أي احتمال لوقوع حادثة سير، والقاعدة تتقول بعد السياقة لمدة ديال 2 ديال السوايع نرتاح 15 دقيقة. السؤال رقم 20. غادي يمكن ليا ندور على اليمين. الجواب 1. ندير نص دورة. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. ممكن ندور على اليمين لأن العلامة الزرقاء اللي عندي تعني الإجبار، يعني طريق ذات اتجاه واحد، ما يمكنش ندير نص دورة. السؤال رقم 21. في خارج المناطق السكنية العامرة من الواجب على اللي راكب القدام يربط حزام السلامة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم، كما قلنا حزام السلامة إجباري داخل أو خارج المدينة على السائق والراكب كذلك. السؤال رقم 22. نستعمل المنبه الصوتي. الجواب 1. نسرع باش نتجاوز هادو اللي غاديين على رجليهم. الجواب 2. نقص من السرعة باش نتجاوز هادو اللي غاديين على رجليهم. الجواب 3. الجواب الصحيح هو 3. نقص من السرعة ونتجاوز هاد الراجلين لأن المنبه الصوتي ممنوع داخل المدينة وما يمكنش نزود السرعة لأن هناك راجلين. السؤال رقم 23. من الواجب عليا قبل كل شيء نخبر النجدة. الجواب 1. نحمي مكان الحادثة وننبه ليه. الجواب 2. نتوجه بسرعة الناس المجروحين باش نساعدهم. الجواب 3. الجواب الصحيح هو 2. ردوا البال في الأسئلة، هاد الاختيارات كلهم خاصني نقوم بهم، ولكن السؤال تيقول لي من الواجب عليا قبل كل شيء، يعني أول حاجة خاصني نديرها ملي نوصل لمكان الحادث أنا الأول،
وهي نحمي مكان الحادثة وننبه ليه. ردوا البال. السؤال رقم 24: السائق تيكون معرض للاضطراب أكثر إذا كانت أحوال الجو مزيانة؟ الجواب واحد. صعيبة؟ الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. صعيبة الصورة كتجاوب على راسها. السؤال رقم 25: نسمح اللي جاي من اليمين يدوز؟ الجواب واحد. ندوز أنا الأول؟ الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. ندوز أنا الأول لأن السيارة البيضاء عندها قيف. السؤال رقم 26: القياس ديال الزيت في هاد السيارة مزيان؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو لا، ما مزيانش. كما قلنا سابقا خاص المقياس ديال الزيت أو أي سائل آخر يكون بين الماكسيموم والمينيموم. السؤال رقم 27: الخط المرسوم على اليسار ديالي يمكن لي نتخطاه؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو واحد. نعم الخط اللي في جهتي متقطع يعني يمكن لي نتخطاه. إلا اضطريت نفرمل بالزربة من الواجب عليا نثبت العجلات؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو لا، لأن تثبيت العجلات يعني خاصني نثبت المقود أو الفولون أو القيدون كما تنقولوا بالدارجة في الاتجاه اللي فرانيت فيه. ولكن إلا فرانيت في شي فيراج فما يمكنش نبقى مثبت القيدون في نفس الاتجاه لأنني غادي نخرج على الطريق، يعني لا. السؤال رقم 29: قمت بالتوقف بطريقة مزيانة؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا في هذه الحالة السيارة ديالي باقية في نص الطريق. إلا بغيت نتوقف خاصني نخرج على الطريق على الأقل بجوج روايض، ديال اليمين يكونوا في البيست وديال اليسار يكونوا في الممر الجانبي. السؤال رقم 30: واجب عليا نتجاوز صاحب هاد الدراجة النارية؟ الجواب واحد. نوقف على الجنب ديال اليمين؟ الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. نوقف على جنب الطريق لأن الدراكي داير لي إشارة بيدو مخرج صبعو يعني كيعلمني باش نوقف. السؤال رقم 31: يمكن لي التوقف بين هاد جوج سيارات؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا ما يمكنش نتوقف بيناتهم لأن تما كاين ممر ديال الراجلين والتوقف فيه ممنوع. سؤال رقم 32: أنا كنسوق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، مسافة الأمان اللي كنحافظ عليها كافية؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا ما كافياش لأنني كنسير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة والمسافة قريبة وأنا خاصني 36 متر ديال مسافة الأمان ضرب 6 في 6. السؤال رقم 33: أنا داخل المنطقة عامرة بالسكان؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو واحد. نعم اللافتة كتعلم على أنه أنا داخل منطقة عين حرودة وغادي تكون عامرة بالسكان. السؤال رقم 34: في السير العادي أنا موجود في الممر المناسب؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا هذه طريق سيار وحنا كاينين في الممر الاستعجالي وماشي الممر الخاص بالسير. السؤال رقم 35: من الواجب عليا نخلي هاد العربة تدوز؟ الجواب واحد. ندوز أنا الأول؟ الجواب جوج. الجواب الصحيح هو واحد. أنا باغي ندمج في طريق رئيسية وأنا خارج من طريق غير معبدة أو البيس، يعني من الواجب عليا نخلي الحافلة تدوز. السؤال رقم 36: كنسوق بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، مسافة الأمان اللي خليت كافية؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا ما كافياش لحساب مسافة الأمان كنضربوا العشور ديال السرعة اللي هو في هذه الحالة 12 في 6 يعني خاصني 72 متر، والخطوط اللي في اليمين فيها 20 متر والفراغ بيناتهم 6 ديال الأمتار يعني بيني وبين السيارة اللي قدامي 46 متر فقط. ما كافياش. السؤال رقم 37: من الواجب عليا ننتظر باش نتجاوز راكب الدراجة؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج.
الجواب الصحيح هو جوج. لا، ماشي واجب عليا ننتظر باش نتجاوز راكب الدراجة، لأن الطريق خاوية وما عندي السيارة ورايا تستعد للتجاوز. السؤال رقم 38: أنا في المكان المناسب باش نتجه للخروج؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا، الممر الخاص بالخروج كاين في أقصى اليمين وأنا كاين في أقصى اليسار، هذا ماشي مكان مناسب للخروج. السؤال رقم 39: نتجاوز؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا، ما نتجاوز لأن عندي سيارة ورايا تستعد للتجاوز. السؤال رقم 40: من الواجب عليا السير على اليسار؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. لا، اللافتة اللي قدامي ماشي ديال الإجبار، يعني ماشي مفروض عليا نسير على اليسار، وإنما كتعلمني أن مدينة الرباط في ذاك الاتجاه.